بيان إلى الرأي العام: جريمة تمزق نسيج المجتمع في ظل تصاعد جرائم العنف القائمة على النوع الاجتماعي. تسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات قتل النساء تحت مسميات العنف الأسري أو الشرف أو الجرائم الوحشية. حادثة مقتل امرأة في حي غويران في الحسكة ليست رقما عابرا، بل حلقة في سلسلة من الآفات من العقاب والتمييز الممنهج ضد المرأة. هذه الجرائم ليست شأنا عائليا، بل انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة والأمان، وتستوجب موقفا مجتمعيا وحكوميا حازما. نعلن الإدانة ونرفض كل التبريرات الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية التي تستخدم لتطبيع انتهاك جسد المرأة وحياتها. ندعو إلى تشكيل لجنة لتحقيق محايدة الكشف الجنات، محاكمات علنية تضمن تطبيق أقصى العقوبات، إلغاء كل القوانين التي تخفف عقوبة قتل النساء بدعاوي الشرف، تفعيل قانون يجرم العنف الأسري ويحمي الناجيات. العدالة ليست خيارا بل واجبا، لا يصلح جرح الضحية وصمت المجتمع بل صرخته الجماعية ضد الظلم. نسجل غضبا على كل دم امرأة يسفك، ونطلب الوقوف عن تبرير الجرائم بلغة الشرف ونقل الواقع بالدقة، تحميل الجنات المسؤولية الأخلاقية والدينية الكاملة، كسر ثقافة الصمت والإبلاغ عن أي عنف محتمل. المرأة حياة حرية، لا لقتل النساء، لا لقتل النساء، لا لقتل النساء، لا لقتل النساء.